مساء الفل عليكم. عايزه مصر كلها تتجمع معايا بقى دلوقتي، عشان انا هعمل حوار مهم جدا وما تضحكوش عليا. مساء الفل عليكم، احلى مسا عليكم، احلى مسا على الشعب المصري. انا بمسي على الشعب المصري كله. بصوا بقى دلوقتي، يعني انا هعمل حوار جامد كده جدا شويه واتكالي على الله، مع ان انا عارفه ان الحوار اللي هتكلم فيه دلوقتي، اني سامعه ان اللي هيتكلم في اي حاجه سياسيه بيقولوا ان هو هياخد 5 سنين و10 سنين، 5 سنين و10,000 جنيه غرامه. انا مش عارفه، بس انا اقسم لكم بالله انا ما اتكلم يعني في حاجه سياسيه ان انا اضر بيها بلدي، لا. دلوقتي انا عملت كذا فيديو قلت خوف الاعلام المصري من الرئيس السيسي. انا مش قصدي ان الاعلام المصري بيخاف لدرجه ان هو بيكره الرئيس، لا. انا مش قصدي كده. الرئيس يعني انسان طيب، انسان كويس، انسان زيه زينا قبل ما يكون رئيس جمهورية. هو زيه زينا بالظبط، هو انسان. انا قصدي ان الاعلام المصري ما بيقعدش كده يتكلم مع رئيس الجمهورية يقول له والله يا ريس، مصر محتاجة 1 2 3 4. ماشي، نبدأ بقى، نبدأ بسم الله. انا دلوقتي مواطنة من الشعب المصري زيكم بالظبط. انا هعمل نفسي ان انا يعني مكان اي مذيعة اللي هي مش قادرة تتكلموا مع رئيس الجمهورية، انا ممكن اتكلمه. يعني ممكن تكون هي خايفة على الكرسي بتاعها، ممكن هي تكون خايفة على الكرسي بتاعها او على مركزها او يكون مذيع خايف على مركزه. ماشي، فانا دلوقتي هعمل حوار وهبعت رسالتي لرئيس الجمهورية. 1، امتى يا ريس الفقير هيلاقي ياكل اكل رخيص؟ يعني امتى هتقضي على الغلا؟ امتى مش هيكون في مصر عيشة غالية يا ريس؟ ده اول سؤال انا بسأله لرئيس الجمهورية، وبسأله على اساس ان انا بنته، يعني ولا انا ارهابية ولا انا مثلا انسانه يعني متطرفه ولا ارهابيه ولا الكلام الفاضي دوت، يعني انا ماليش فيه خالص. لا، انا دلوقتي حوار انا بوصله لرئيس الجمهوريه، الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بنت ليك يا ريس. امتى العيشه هتبقى رخيصه؟ امتى؟ انت سمعت نبض الشارع؟ انا اتفرجت على فيديو، انت سمعت نبض الشارع. فيديو كان محطوط قدام حضرتك اللابتوب وانت بتتفرج على نبض الشارع. كل الناس كانت بتقولك امتى يا ريس العيشة هترخص؟ ادي اول حاجة. يعني امتى الفقير هيعرف ياكل؟ امتى الناس مش هتنام تحت الكباري من السقعة ومن البرد؟ امتى يا ريس مش هيكون في بطالة في البلد؟ امتى يا ريس شبابنا هتعرف تتجوز وهتعرف تشتري شقق وهتعرف تفتح بيوت في العيشة الغالية دي؟ امتى يا ريس الغاز هيرخص والنور بيجيلنا دلوقتي بال200 جنيه، بيجيلنا بال200 جنيه. يعني اقل نور بيجي في الشهر مش اقل من 200 جنيه، والمناطق اللي هي زي يعني الاعلى بيجي لها اعلى من كده. ماشي، اقول لحضرتك ايه تاني يا ريس؟ امتى يعني امتى هنعيشوا العيشه اللي هي فيها حقوقنا البسيطه؟ حضرتك وعدتنا بالامن والاستقرار ونفذت فعلا، نفذت ان مفيش ارهابيين ولا خونه ولا ناس وحشه يعني بتخشنا ولا بتخش بيوتنا تقتلنا. وعدت ووفيت. لكن انا بسألك امتى انا وولادي هنعرف ناكل ونشرب؟ امتى انا وولادي؟ امتى الشعب المصري هيعرف يعيش؟ الشعب بيدفع الكوتة كل يوم على 100 و150 جنيه يا ريس وما بيعرفش يعيش، وما بيعرفش يعيش. الناس دلوقتي لو بتكسب 200 جنيه في اليوم
ما بيكفوهمش، ولو بيكسبوا 50 واللي بيكسب 100 ما بيكفوهمش. حالات الطلاق بقت كتير قوي يا ريس ما بين الازواج بسبب ان هما مش عارفين يعيشوا. امتى يا ريس الناس هتلاقي مستشفى نظيفة؟ امتى الناس هتلاقي الرعاية النظيفة؟ امتى؟ انا بسألك يعني انا عايزة ابسط الحقوق. انا برضك لو انا مذيعة قدام حضرتك، يعني انا هسأل حضرتك، يعني انت وعدتنا ان انت بعد ما تعمل الانجازات انت هتهتم بالفقير، بس للأسف حضرتك مهتم بالانجازات اكتر. انت يعني حضرتك عندك طموح ان انت تخلي مصر دولة فيها انجازات كتير، بس انت حضرتك يعني عايز ان الشعب المصري يسندك في الانجازات دي، بس الشعب كده وقع. الشعب كده وقع. الشعب محتاج يعني محتاج العيشة الكريمة. كل اللي انت بتعمله يعني مشكورا عليه، انت راجل طموح وراجل مفيش منك في السياسة اتنين، راجل دماغك يعني بسم الله الله اكبر، يعني ممتازة ممتازة جدا. بس فين الوقت الحاضر؟ انا بسألك على الوقت الحاضر. حضرتك بتعمل للاجيال اللي هتيجي بعد كده في السنين اللي جاية، لاحفادك ولعيالنا وللناس دي كلها. طب والحاضر يا ريس؟ الحاضر يا ريس؟ الحاضر اللي الناس تعبانه، في ناس ما معهاش تعمل عمليات، في ناس ما معيانه بتموت، في ناس مش لاقيه تاكل، في ناس نفسها في الفرخه، في ناس نفسها في حاجات كتير، في ناس نفسها تلبس، في ناس نفسها في حاجات كتير يا ريس، نفسها ان هي تنام نومه نضيفه. في ناس بتنام في التراب، ما بتلاقيش مسكن تنام فيه، بتنام في التراب. في ناس بتنام تحت الكباري في عز البرد، في عز الشتاء بتجيب تحت الكوبري وبتجيب عيالها. احنا عايزين 2020 دي في عهد الرئيس السيسي ما يبقى يعني تبقى مصر دي اعظم دولة في عهد الرئيس السيسي. انا بحب الرئيس السادات وهقولها بعلو صوتي الله يرحمه، بحب الرئيس جمال عبد الناصر بعلو صوتي الله يرحمه، بحب وبموت في الرئيس مبارك الله يرحمه، بعشق بردك يعني حضرتك الرئيس السيسي، بكره الاخوان. فانا نفسي ان حضرتك تدي اوامر عليا لكل الوزراء، لكل الوزراء انها تهتم بالفقير والغلبان، وتدي اوامر عليا لكل اعضاء مجلس الشعب، لكل اعضاء مجلس الشعب ان كل عضو مجلس شعب يهتم بالدايره بتاعته. يعني في اعضاء مجلس شعب بتهتم، وفي اعضاء مجلس شعب انا اسفه يا ريس ما بتهتمش خالص بينا، ما بتهتمش خالص بينا. لكن في اعضاء مجلس شعب على يعني على يعني بيعملوا للناس حاجات كتيره، وفي اعضاء مجلس شعب لا. فنرجو من حضرتك اوامر تصدر عليا، واجتماع طارئ لكل الوزراء ولكل اعضاء مجلس الشعب ان هم يهتموا بالناس والطبقات الفقيره، وان هم يرخصوا على الناس. ماشي؟ لان يا ريس انت كتر خيرك انت مشغول في الانجازات والمشاريع، فانت مش هتبص هنا وهنا 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 وهنا. اللي عنده عيل واتنين وتلاته بيقول لكن انت عندك 100 مليون فكتر الف خيرك. فاحنا بنقوله بقى حضرتك مش هتقدر لوحدك تشيل ال 100 مليون دول لانك انت بشر. فلو سمحت في ناس قيادة عليا بتبقى تحتيك، في الوزراء وفي اعضاء مجلس الشعب وفي المحافظين وفي اللواءات وفي كل دول. الناس دي كلها تديها اوامر كده، تنزل جهاز حماية المستهلك، جهاز حماية المستهلك ينزل كده، ينزل على الاسواق يراقب كل الاسعار، يراقب كل الاسعار. طبعا انا مش خايفة وانا بقول الكلام ده ليه، لاني انا ما بكلمش يعني، انا دلوقتي انا بكلم الشعب المصري اللي هو اهلي. ماشي؟ تاني حاجة انا ما بعتبركش رئيس جمهورية، لاني انا بعتبرك اب ليا، واب يعني للناس، لل100 مليون دول كلهم. انت تعتبر كده دول كلنا كده في رقبتك، كلنا كده يعني، كلنا كده ربنا عطاك يعني حمل كبير، حمل كبير، كلنا كده في رقبتك.
انا وال100 مليون، وانا محرومه من الاب ومحرومه من الام واتربيت تربيه يعني ربنا اللي عالم بيها، واتربيت في دار ايتام. فانا بعتبرك مش رئيس جمهوريه، انا بعتبرك بقولك انت ابويا، انت ابويا، وانا فرحانه بالحمايه اللي انت عاملها في البلد، وفرحانه بالجيش المصري، ان الجيش المصري حمينا في سينا. احنا قاعدين في بيوتنا هنا متدفيين، وقاعدين متدفيين تحت البطانيه، ورجاله تمام مية مية هي اللي حميانا من الارهابيين. تشكروا الجيش، يشكر الجيش، يشكر على حمايتنا. بس لو سمحت يا ريس، لو سمحت ارجوك ارجوك ارجوك، عشان النجاح دوت يبقى نجاح كبير، الاهتمام بالفقراء وبالغلابة وبالمساكين وبالمطلقات وبالأرامل وبالمرضى. والله العظيم يا ريس، يعني لو حضرتك كل ده كده اكتمل، ان انت الاهتمام بالمرضى والفقراء واليتامى والارامل والشباب، مصر هتبقى احسن دولة في الدنيا. يعني انت بسم الله ما شاء الله، يعني جيت ظبطت مصر. انت بقى يعني قعدت معانا الفترة اللي انت قعدتها، بعد 25 يناير انت رجعت للحكومة المصرية هيبتها، رجعت للحكومة هيبتها، رجعت للضابط المصري والضابط الجيش وللعسكري هيبته. بعد 25 يناير، بعد المهزلة اللي حصلت في 25 يناير، بعد رابعة والإخوان والناس الفشلة دي، انت رجعت لنا هيبتنا. بس يا ريس احنا تعبانين برضك، الشعب تعبان. يعني انت ظبطت لنا الارهاب وظبطت لنا الحاجات دي وبتعمل مشروعات، والنبي يا ريس اهتم بينا، اهتم بينا، عشان انا برضك يعني انا وغيري 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 الغلابه دول عندهم عيال وانا عندي عيال. انا يعني انا همثل لك، انا همثل لك انا كانسانه، كانسانه ملزومه كل شهر ب 200 جنيه نور، ملزومه بغاز، ملزومه بميه، ملزومه بان انا ادفع دروس خصوصيه. يعني الدروس الخصوصيه بقى مش هقول لك بقى 1000 جنيه في الشهر ولا 800 جنيه في الشهر، ملزومه ان انا اكل واشرب، ماشي، ملزومه ان انا البس. طب كل ده كده منين كده؟ منين؟ يعني انت حضرتك قول، حضرتك كده اقدر. وخلي بالك الدروس الخصوصيه دي مش انا بحطها بمزاجي، ده لما المدرس هو اللي بيعمله اجبار. يعني لو ما بتوديش عيالك المدرس يضطهد ابنك. وبرضك رسالة لوزير التربية والتعليم، يعني وزير التربية والتعليم، لو سمحت حضرتك قلت ان انت هتقضي على الدروس، وقلت نظام التابلت، وقلت الكلام ده كله. نرجو برضك من حضرتك ان انت يعني يبقى في رأفة بالاهالي المصرية، رأفة بالناس والامهات والابهات، لان هنجيبه منين؟ هنجيبه منين؟ فبرضك الاوامر دي انا بطلبها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدي اوامر عليا، يدي اوامر. انت كلمتك يا ريس هتخلينا الدنيا كلها تتغير. ربنا عطيك يعني المكانة العالية دي، عشان انت اللي تحمينا بيها. احنا الكائن اللي على الارض دوت، وانت اللي بتحمينا بعد ربنا. انت اللي بتحمينا، وانت اللي بتاكلنا، وانت اللي بتشربنا، وانت كل حاجه. فلو سمحت يا ريس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا بقول لك تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بحبك جدا، بحبك جدا. ومش بقولها خوف، والله العظيم ما بقولها خوف. انا الحمد لله والفضل لله، انا مقتنعه ان كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بس انا بقولها عشان انا بحبك، بس من حبي فيك مش عايزه الشعب يكرهك او يتضايق منك عشان مش لاقي ياكل. انت عارف ان الشعب المصري اكيل، فلما مش هيلاقي ياكل بقى هيعمل ايه؟ وانت قايل في المؤتمر بتاعك يا ريس، قايل ان اللي بياكلوا المصري في يوم ما بياكلوش 10 انسانات ولا 10 ناس، ولا مش عارفه قلت ايه لما كنت في المؤتمر. قلت اللي بياكلوا المصري في يوم ما بياكلوش دول في قد كده. فيعني توفر للمصري الغلبان، الفلاح الغلبان والمصري الغلبان، توفر له العيشه الكريمه. انا قلت لك اهو اللي ما بيقوله لكش المذيعين. انا مش خايفه على كرسي اقعد عليه، انا اهو انسانه عاديه وبسيطه وقاعد على الكرسي بتاع الشقه بتاعتي. انا ولا خايفه على منصب، ولا خايفه على حاجه.
انا بقول اللي انا من حبي فيك، انا مش عايزه الناس تكرهك. انا من حبي فيك مش عايزه الناس مش فاهمه. في ناس كتير يا ريس، انت برضك ما تنساش ان في نسبه ناس عندها اميه كتير في المجتمع. مش كل الناس هتفهم يعني ايه الانجازات اللي انت بتعملها. احنا يعني عندنا نسبة برضك كبيرة من الناس مش متعلمة. فنسبة الناس اللي مش متعلمة مش فاهمة يا ريس انت بتعمل ايه للسنين اللي جاية. فبيقولوا الريس حارمنا، والريس عامل لنا، والريس ده والريس ده والريس ده. فحضرتك يا ريس يعني ايه؟ يعني ترقف بينا بس، تحس بينا وتحس بالناس الغلابه. الناس الغلابه خلي بالك طلباتها بسيطه قوي، طلباتها ان هي تاكل وتشرب وتعيش. خلاص هو ده كده بس. الغلبان مش عايز اكتر من كده. الغلبان تقول له كلت يقول لك الحمد لله انا كلت النهارده وانبسطت. ف يعني وعايزاك كمان يا ريس ان انت يعني كل رجل اعمال يبقى معاه زياده عن عربيتين. انت تحط له كده سيستم ان انت تدفع اجباري للغلابه والفقراء. طالما انت قادر تجيب عربيه واتنين، لا انت تدفع للغلابه بقى. زي محمد رمضان ده غيظني غيظ، والله يا ريس غيظني غيظ. 27 عربيه. طالما انت معاك يا محمد يا رمضان تجيب 27 عربيه، طلع منهم 5 عربيات لله. طلعهم كده بس ما تطلعهمش عربيات بقى، طلعهم للناس الغلابه. هات لهم مثلا توك توك، ولا هات لهم التنايه اللي هي الصغيره دي، يفتحوا بيوت بيها. يفتحوا بيوت بيها. ده انت العربيه بتاعتك ما بتقلش عن 3 4 مليون يا محمد يا رمضان، والله اعلم. فانت يا ريس برضك الناس الاغنياء دي لازم تساعدك، لازم تساعدك. يعني واحد زي محمد رمضان دوت، انت تعمل له اقاله خالص من التلفزيون. وطالما هو بيتباهى بماله اللي هو عطاهوله الشعب، انت من ثروته يتاخد اجباري للفقراء وللغلابه وللارامل وللمطلقات وللمرضى. ما هي الثروه دي هو ما عملهاش من جيبه. الثروه دي بنجاح الناس الفقراء الغلابه اللي قعدت هي اللي ترفعه في السماء. وفي الاخر دلدل وركب برجليه وقعد يتأمر على الغلابة ويعمل على الغلابة. وفي الاخر يا ريس راح يتصور مع مغني اسرائيلي. فيعني انا مش عارفه اقول ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم خلاصة الكلام، تحيا مصر البلدي، يحيا الرئيس السيسي. يحيا كل انسان محترم بيحب وطنه، بيحب بلده، بيحب ارضه، بيحب عرضه. الناس المحترمه. الشعب المصري بقى حبيب قلبي، حبيبي والله الشعب المصري دوت. يعني ربنا يخلي كل واحد مصري، لاني بحب كل الناس بحبها، حتى لو جواهم شر بحبهم. عشان اللي جواه شر هو مش جواه شر بس، اللي جواه شر بيبقى جواه خير برضك، بيطلع حته منه خير. فانا بحب الحته الخير دي، وربنا يصلح حالي وحال كل الناس. وتحيا مصر البلدي، تحيا مصر لوطني، تحيا مصر للارض اللي انا اتربيت فيها واتولدت فيها، وهدفن برضك فيها، وهدفن في الارض دي. ربنا يبعد عنا اي حاجه وحشه. ربنا يبعد عنا الناس الخونة والارهابيين والناس اللي هي بتكره وطنها وارضها. الناس المعقدة نفسيا، الناس اللي ما بتحبش بلدها، ربنا يبعدهم عنا. ربنا يبعد عنا الشر يا رب. ومصر تفضل طول عمرها في امن وامان واستقرار. مصر ما يكونش فيها ابدا اي حرب ولا اي دمار ابدا. مصر لحد يوم القيامة كده تفضل في هدوء واستقرار. مصر دي يعني ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. خير جنود الارض اللي هم يعني الجيش المصري. يحيى الجيش المصري. تحياتي لكل عسكري واقف في سينا، لكل ضابط. يعني يعني مش عارفه اقول لكم ايه. عايزه اقول لكم كمان ربنا يصبر كل اهالي الشهداء
اللي ضحوا علشان احنا نعيش. خلي بالكوا يا جماعة، انا عايزة اقول لكم حاجة. احنا عايشين في استقرار. احنا ممكن يكون عندنا فلوس كتير قوي ويكون عندنا حرب، يبقى ايه لازمتها الفلوس؟ ايه لازمتها الفلوس؟ ممكن يكون عندك 1,000,000 و2 و3 مليون و4 مليون ويكون في حرب، مش هتعرف تستمتع بيهم. فاحنا برضك نشكر الرئيس ان هو عطينا نعمة الامن والامان، ومخلي الضباط في سينا تضحي بعمرها عشاننا، والعساكر بتضحي بعمرها عشاننا. احنا بس بنقول له يا ريس، احنا عارفين اللي انت بتعمله كله، بس احنا طالبين ان انت ترخص الحاجة، عشان لما انت هترخص الناس كلها هتعرف تعيش، الشباب هتعرف تتجوز، القضاء على البطالة. عايزين مصر تبقى ايه من جميع النواحي، مصر تبقى جميلة. و تحيا مصر، تحيا مصر. شيروا الفيديوهات بتاعتي دي، شيروها، نزلوها على المجموعات، نزلوها على الصفحة بتاعتكم. عندي قناة على اليوتيوب اسمها هبة علي صوت الغلابة، يا ريت تشتركوا فيها. انا هفرح قوي والله لو دخلتوا على اليوتيوب كتبتوا هبة علي صوت الغلابة، هفرح قوي. يعني ما فيهاش حاجة لما تخشوا تعملوا مشاركة، يعني تشجعوني. انا بفرح قوي لما بتكلم في حاجة بتفيد الناس، مع اني ساعات يقولوا لي هبه انت لما تتكلمي كده هبه هيحصل لك حاجات. لا لا، انا عندي ثقه في الله كبيره، عندي ثقه في ربنا كبيره قوي، عشان انا عارفه ان ربنا ده حبيبي. ربنا ده حبيبي، هو اللي هيصوني وهو اللي هيحميني وهو اللي هيعمل كل حاجه، هو اللي هيحفظني وهيحفظني، عشان انا غلبانه زيكم بالظبط، غلبانه زيكم. وانا ما بقولش حاجه وحشه، انا بقول بحب بلدي، يعني اقول ايه تاني؟ وبحب السيسي، عشان انا مش اخوانيه ولا حاجه من دي. ابصوا حتى قد ايه، ما بص بقى الميك اب بقى بصوا الميك اب بقى، وبصوا شعري اصفر اهو. يعني بص، ما فيش اخوانيه بتطلع، دول بيلبسوا لابسين نقاب وبيلبسوا حاجات كده غريبه. انا بحبكم قوي، بحب الشعب قوي. لو سمحتم ارجوكم تخشوا على اليوتيوب تكتبوا هبه علي صوت الغلابه، اعملوا لي بقى مشاركه بقى، اعملوا لي مشاركه وشجعوني، وخشوا شوفوا الفيديوهات بتاعتي هتعجبكم والله، هتعجبكم. لو دخلتوا على اليوتيوب وكتبتوا هبه علي صوت الغلابه هتعجبكم. وانا متشكره منكم، وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. السنه دي سنه يا رب يكون كلها خير على كل المصريين، سنة تبقى بالفرح وبالهنا، وولادكم تبقى أحسن ولاد في الدنيا، ويبعد عن ولادكم أي شر. وسنة كده يعني ربنا يوسع رزقكم فيها وما تحتاجوش لحد. وسنة يعني ربنا ما يذلش حد فيها أبدا، وربنا يبارك فيكم، وربنا يبارك فيكم. ويعني أنا مش عارفة أقول لكم إيه. متشكرة جدا إن أنتوا بتسمعوا.